السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير جميعا، يوم سعيد إن شاء الله. تعقيب فقط على الفيديو تاع البارحة فيما يخص السخرية ولا سخرية قناة الشروق من ملك المروك محمد السادس. كاين من المراركة اللي قال لك واش دارت قناة تاع الشروق هذه، هو قالوا لي ما تقارنش، لا تقارن بين قناة رسمية وجريدة هيسبريس وبعض الجرائد مثل جريدة 360 المروكية وما إلى ذلك. المشكل الذي يجهله المراركة، يعني المراركة القنوات نتاعهم يستغباو فيهم، يستحمروا فيهم، هما يصدقوا الأمر هذا. كاين نسبة تصدق الأمر وتعاود فيه، وكاين نسبة ما تصدقش عن بالو باللي كذب. يعني مش غير نحكي على الأمر هذا، على الأمور كثيرة عن بالهم باللي كذب، ولكن يتعمدون لنشر البروباغندا. قناة الشروق هي قناة خاصة وليست قناة رسمية. قناة رسمية الجزائرية جامي يدير لك حاجة كيما هذه، ما تهدرش، ما يدير والو، تسمى قاعدين سيريو بزاف فوق اللازم. لذلك هذا عذر غير مقبول. سما نتوما تامنوا صح، كان عندكم ايمان باللي احنا اللي ظلمناكم، واللي احنا اللي بدينا في هذه القضية ولا هذه الفتنة ولا هذا المشكل، ولا سميوه ما شئتم. المشكل انكم نتوما اللي بديتوا مش حنا، وكي نواجهوكم بالحقائق تبداو تبحثوا عن اعذار مثل لا تقارن قناة رسمية مع جريدة خاصة. قناة الشروق ليست قناة رسمية، هي قناة خاصة. هذا تعقيب على اللي يقول قناة خاصة وقناة رسمية ولا تقارن بين الاثنين. اما فيما يخص الفيديو كما شفنا ما كانش فيه اساءة بزاف. يعني نتوما المراركة اللي درتوا هذا المشكل، وانتم اللي كبرتوه، وانتم اللي جبتوا تبهدل لارواحكم. يعني حتى في الدفاع عنكم، الدفاع نتاعكم على سيدكم، بهدلتوا برواحكم. لاني نشوف بعض الاخرين يقولوا، بعض المراركة في اليوتيوب يقولوا سبيتوا سيدنا راك شوفوا واش ندير لكم، ما غاديش نسكتوا لكم، دنيتوا لسيدنا خلاص. يعني حتى في الدفاع نتاعكم على سيدكم تبهدلوا برواحكم. يعني شوفوا برك، استغل مع روحكم مليح الكلمه هذه راكم تنطقوا فيها، راك تقول سيدنا غير تقول سيدي الملك ولا حاجه هكذا قال مقبوله، انتم تقولوا سيدنا. على جال هذه في الفيديو السابق تعمد كتبت مالك المروك، مالك سما البروبريتير نتاع المروك والبروبريتير تاع الشعب، لان الشعب راه يقول سيدي. يعني هذا حتى التعبير هذا راكم تسيئوا لانفسكم. يعني درتوا تبهديل ارواحكم. الرسول عليه الصلاه والسلام كي تمسخرت به فرنسا ودارت الكاريكاتور المسيء، ما شفنا حتى، ما شفناش هذه الفوضى وهذه الضجه وهذه، ما درتوا والو. سمعنا راكم جبتوا تبهديل ارواحكم، لفتوا الانتباه الى انفسكم، الى هذه القداسه راكم عاطينها مجرد شخص انسان يمشي في الاسواق ياكل الطعام ويخرف المراحيض حاشاكم. انسان كيفكم، تعطوا له واحد القداسه الهيه غريبه جدا. بهدلتوا برواحكم. سيدنا خط احمر، وسيدك مجرد انسان مسخروا به عديد من القنوات الاوروبيه وما هدرتوش. يعني يديكم من غيظكم الحال ويديكم النيف على الجزائر برك، تهضر الجزائر ثم تبان لكم يديكم النيف على سيدكم، وكأن سيدكم هذا راه معيشكم في جنه. يعني حتى في الدفاع نتاعكم بهدلتوا برواحكم، ولفتوا الانتباه الى انفسكم بان عندكم امر غريب وعقده عجيبه، وهو عقده تقديس سيدكم هذا. حتى تقديس يعني لدرجه العبوديه، كنت مش حاب ننطق الكلمه هذه، ولكن تقديس عجيب. الامر الثاني، المشكل المراركه عندهم المشكل تاع المراركه هما بانفسهم يقول لك المغرب بلاد الزواق. هما المراركه عندهم المشكل مثلا كنت تلقى المروكي غارق في الخماش حتى الرقبه نتاعو حاشاكم، ولكنه المشكل نتاعو ما يحبش يفهم ولا يبحث عن طريقه كيفاش يخرج من الخماج هذاك حاشاكم. طريقه لا ما يهمه وما يحوز على تفكيره هو كيفاش يقنعك انت بلا راهو غارق في العسل، ماهوش غارق في الخماج. لازم انت تقتنع، خاصه واذا كنت جزائري. اي شيء يديروا يحاول انه يزوقوا لك ويماكيه باش يقنعك باللي راهي هذيك حاجه مليحه، باللي راني لاباس عليا. انت الجزائري اللي ما عندكش الحليب وما عندكش البنان، هذا واش يحب يقنعك. هو دركا كما مثلا هذا مثال بسيط جدا عن هذه الركوع وتقبيل الايدي. بالك هذه اللي غلط المراركه كيفاش نهضروا على الركوع وتقبيل الايدي. المروكي كيف يشرح هذا للناس؟ يعني كما كالعاده يحب يدير زواق.
كيف يشرح هذا؟ يقول لك تقبيل الأيدي هي عادة عندنا وهو احترام، ونحن نوقر شيوخنا وكبارنا نحترمهم إذا نقبل أيديهم. سمى هذه رقم واحد. رقم اثنين يقول لك الركوع هو علامة احترام. يقول لك شوف اليابانيين يركعون لاحترام الغير، هذا استغباء. لماذا؟ لأنه هل أنت كي تمشي مثلا في الشوارع تاع المروك في كل زاوية تلقى شخص كبير ينحني لشخص صغير ويبوس له في يده؟ هل تلاحظ هذا؟ يعني هذا عادات من الشعب المروكي. يعني تقعد تمشي في الشارع مرة تشوف واحد ينحني يركع لواحد احتراما كما تشوفها في اليابان تدخل مثلا في المحلات او في اي مكان تحدث مع شخص يدلك انحناء خفيفة. حتى الانحناء هذاك عنده درجات، كان ينحني خفيفة، ينحني بزاف، يركع بزاف، كان يسجد، كان على حساب الشخص توقير الشخص اللي قدامه، وعلى حساب القضية. هل يطلب منك شيء؟ هل يعتذر منك؟ هل يرحب بك؟ سمع عنده القوانين نتاعو الركوع هذاك في اليابان. ولكن في المروك هل هذا الركوع تجده في الشارع مثلا؟ هل تقبيل الايدي هذا تجده منتشرا بكثرة؟ سما تمشي مرة وتشوف هذا الناس تنحني لبعضها؟ ما كانش، هذا كذب. النقطة الثانية أن هذا تقبيل الايدي وهذا الركوع أنتم مجبرون عليه وليس طواعية. لماذا؟ لأنه بروتوكول ملكي كنت تحدثت عليه في فيديو من فيديوهات السابقة في القناة القديمة نتاعي. والدليل على هذا أنه كي جاء المرض هذا نتاع كوفيد الملك نتاعكم ألغى البروتوكول تقبيل اليد خوفا على الملك من المرض وليس احتراما لكم أو خوفا عليكم. إذن هو بروتوكول ملكي أن تقبل اليد والكتف والرجل وأن تركع قبل التقبيل. هذا بروتوكول ملكي مجبر عليه كل شخص يقابل الملك أو يزور الملك رسميا في مثلا في القصر تاعو أو في الأماكن الرسمية. المشكل مع البروتوكول هذا أنكم من كثرة ما تشاهدونه على التلفاز أنكم تطبقونه في الشارع. حتى تقعد في الشارع وتتلاقى مع الملك نتاعك أوتوماتيكيا تركع وتقبل اليد لأنك تشاهده دائما، وبالنسبة لك أنت هو شيء عادي، ممارسة عادية. إذن لا تحاولوا استغباء الناس واستغباء العقول بهذه النظريات التافهة أن التقبيل اليد هو احتراما للملك وأن الركوع هو احترام. هو بروتوكول أنت مجبر عليه ولا تستطيع. حتى أنتم راكم مستائين منه، أنتم كمراركة موش عجبكم الحال، موش عجبكم البروتوكول هذا، ولكن لأنكم لا تستطيعون أن تغيروا الواقع فأنتم تحاولون أن تغيروا الواقع في المواقع. تحاولوا تقنعوا الناس باللي هذا راهو شيء إيجابي وهذا راهو شيء جميل، وهذه سما راهي عفسه مليحه نديروا فيها حنا كمراركه اتجاه سيدنا. هذا فقط إخواني واش كنت حاب نقول، يعني فيما يخص تقبيل اليد والركوع، وفيما يخص قناة الشروق. قناة الشروق ما دارت والو، هذا شيء عادي وممارسة عادية نمارسوها حنا على الجميع وتمارسوها العديد من القنوات. ولكن الشيء الغريب هو ردة الفعل نتاعكم فيما يخص شخص الملك وكأنها ذات إلهية مقدسة. وقلتوها بل هذا الشيء تاع قداسة الملك، قلتوها أن الذات الملكية مقدسة. كاين حتى فيكم اللي يقول صلى الله عليه وسلم، وكاين حتى اللي يقول أكثر من هذا. هذا فقط إخواني، طاب يومكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.